السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على مشكلة نسبيا شائعة في الفترة الأخيرة، ولما بتجيلي زوجات كتير يشتكوا منها بقف عند نقطتين وهنتكلم عليهم النهاردة واحدة واحدة كده. هو إيه تصنيف الموضوع؟ إيه تعريف الموضوع؟ هل التوصيف ده دقيق؟ طب ولو فرضنا ان التوصيف دقيق يا سماح ووقعت الطوبة في المعطوبة والحالة كده، نعمل ايه؟ طيب الأول نفكر بعض لحد كده مع أصدقائنا اللي بيتوافدوا، نتجمع حبة حلوين عشان نبتدي كلام. أفكركم إن إحنا الحمد لله بدأنا مؤخرا نبقى موجودين على كل البلاتفورمز: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وكل بلاتفورم له محتوى مختلف. فانا بشجع كل الجمهور بتاعنا ان انتوا تتابعونا على كل البلاتفورمز ان شاء الله، سعيا لافاده اعلى واوسع. وطبعا كل ما حضراتكم هتكونوا موجودين معانا الافاده هتعم ناس اكتر، وكل ما بنعمل منشن وبنشير والكلام ده كله الافاده بتعم. نرجع لموضوعنا المهم. من الشكاوى العامه واللي احيانا كتير بسمعها في المكتب ومؤخرا ابتدت تزيد اكتر: سماح اصلا انا جوزي بيعرف او بيحب ست شمال. دايما بقف عند التوصيف، هو يعني ايه توصيف ست شمال او بنت شمال؟ طيب نقف عند التوصيف ده. طبعا اللي بيوصف هنا هي المرأة اللي متاخد منها زوج او خطيب او حبيب، فقد يكون التوصيف غير دقيق. هي بتوصف من وجهة نظر ومن منطلق المسروق منه. فأكيد أي ست هتخش على موجة رجل متزوج هي بالنسبة للزوجة ست شمال، ولكن التفاعل العام أو التوجه العام بيوصف بكلمة شمال أي ست أو سيدة أو بنت أخلاقها مش مظبوطة، أو توجهاتها مش مظبوطة، أو بتقوم بأي أنشطة غير مقبولة أخلاقيا، أو بتقيم أي علاقات خارج النطاق المحترم السوي الطبيعي مع رجالة مش محارم ليها أو لا يحل لها. متجوزة بقى وبتعرفوا، وللأسف دي أكبر فقرات عموم البلوى اللي محدش عارف يشرح لي أنا شخصيا منطقها، ولكن هي بتحصل مش هنبعد عنها. بنت وبتسمح له بعلاقة جنسية أو فيها نوع من أنواع الانطباعات الجنسية كاملة أو مش كاملة، ده طبعا تصرف بيصنفها ست شمال. بنت أو ست ما بتتصرفش مباشرة ولكن بتبعت صور لجسمها كامل أو لأجزاء معينة من جسمها، أو بتتواصل بشكل جنسي في مكالمات سواء فيديو أو مسموعة، ده بيخليها تتصنف ست شمال. ست بتبعت صور بمقابل مادي أو بدون مقابل مادي، بمقابل آخر اللي هو يعني صور في مقابل صور، أو مكالمات في مقابل مكالمات، أو رسائل صوتية في مقابل رسائل صوتية، ده برضو بيوصفها ضمنا ست شمال. وما وازى ذلك بقى من أفعال مبتذلة ممكن تخلي ست تتصنف وتتوصف بهذا التوصيف. طيب هو كده هي تبقى ست شمال وهو يبقى راجل يمين؟ يعني هو كده تقي زاهد ورع وهي اللي ست شمال؟ طبعا لا. بس النظرة المجتمعية ونظرة الزوجة ما بتبقاش عايزة تعلم على الراجل، مش عايزة تعلم منها على جوزها. ودايما الست ميالة في الفقرة دي انها توهم نفسها ان يا حبيبي هو اتخطف، يعني هو باعتبار انه اتخطف. وطبعا هنا في الشرع هو الحد واحد والوزر واحد والعقاب واحد للست وللراجل. العملية ما فيهاش فن وما فيهاش كلب المكيالين. حلو، بفرض بقى ان الطوبة وقعت في المعطوبة والفقرة دي حصلت، هنعمل ايه؟ اي ست محترمة او اي زوجة عندها حل واضح صريح هديها دلوقتي فقراته تعمل ايه. عرفتي ازاي؟ دي نقطة مش هقف عندها، لان الطبيعي انك عرفتي باسلوب من الاتنين: يا اما ربنا سبحانه وتعالى كشف لك غطاء الستر فالموضوع جه لحد عندك، وده بيحصل على فكرة كتير وحقيقي
مش كل الستات، ده على العكس هتتفاجئوا لو قلت لكم اغلبهم الموضوع بيجي لحد عندهم صدف بحته. ومعنى ان الموضوع يجي لحد عند ست وصدفه بحته، ده معناها ان الاشخاص دي اتسترت واتسترت 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 لحد ما استنفذوا رصيد الستر، فآن اوان الكشف او الفضيحه. تمام؟ طيب، عرفنا. وطبعا الاوبشن التاني في المعرفه، وده انا ما بشجعوش خالص، ان ست تكون الفار لعب في عبها بشكل او باخر زي ما بنقول كده بالعاميه المصريه، فنكشت. طبعا اللي بينكش بيلاقي، نادرا ما حد بينكش ما بيلاقيش. فنكشت فعرفت. حلو، عرفنا هنعمل ايه. مبدئيا القاعده الاساسيه مع سماح، حبايبي اللي متابعيني من قبل كده هيعرفوا، مش قد المواجهه مش هنواجه. قد المواجهه لازم نحسب تبعات المواجهه قبل ما نواجه. في الحالتين في اساسيات هتتعمل، خاصة لو احنا عرفنا ان العلاقة مع حد مش في اطار زواج، ومش يعني مش ماشي دغري، مش ماشي في سكته 1+1=2. تمام؟ مبدئيا الكائن ده، الست الشمال دي مش هتتذكر لا بخير ولا بشر. ليه؟ ما تقننيش وجودها في حياتك اصلا. واوعي تفتكري انك لما تذكريها بشر ولا تشتميها ولا تعيبي فيها ومسيد الرجال بصره هينجلي ويشوف انها ست وحشه. بالعكس، لو غلطتي فيها هو هيستميد في الدفاع عنها لدرجه ان ممكن اللي هو بيقوله يستفزك ويسقطه من عينك اكتر. فلا تذكريها لا بخير ولا بشر، ولا من قريب ولا من بعيد. اعتبريها من الاشياء المسكوت عنها في عمرك. تمام؟ ليه انا ما بحبش ان انت ما تذكريهاش؟ عشان ما تتساواش الرؤوس، مش هنتكلم على بعض بقى خالص. اللقطه التانيه بقى والمهمه جدا، ما تقارنيش بينك وبينها، لان بالشكل ده انت بتقللي من نفسك كتير قوي قوي. ولو قارنتي بينك وبينها، لان في حرام ستات كتير من هزه ثقتها في نفسها للحظه بتفتكر ان الست دي فيها مزايا عنها. معلش، بكم الحرام والغلط والعك والشمال اللي بيحصل ده، ايه اللي ممكن يكون في ست زي دي ميزه عن واحده محترمه شريفه عفيفه قاعده في بيتها كافيه خيرها شرها، بتحاول تحافظ على جوزها او على بيتها او بتربي ولادها؟ حتى لو فرضنا ان انت في عندك تقصير ما، خطأ ما، لا يوازي باي شكل من الاشكال الخطأ اللي بالمقاس ده. وبالتالي اي مقارنات هتعمليها، مش بقولك ما تقارنيش عشان ما تضايقيش نفسك، لا، ده انا بقولك ما تقارنيش عشان ما تقلليش من نفسك. واوعي تتشرح لك غلط او شيطانك يستعبطك ويضحك عليكي، لان ده بيحصل في حالات كتير قوي، وتتحولي انت لست شمال في اطار المنافسه. يا فرحتي. وكتير قوي ما بلاقي للاسف ستات تفك حجاب وتنحل وتبتدي تبقى مبتذلة في أسلوب كلامها وفي أسلوب لبسها وفي أسلوب تعاملاتها، عشان تكمبيت مع الشمال. معلش اشرحي لي كده، انت حسبتيها ازاي؟ يعني هو يع وهي يع، انت هتبقي يع عشان تتماشي مع الجو؟ ونخسر ايه؟ وتخسري ايه في السكة؟ احترامك لنفسك، دينك، سمعتك احيانا. لا، ما تلعبيش اللعبة دي. اهدي، ارجعي لعقلك، فكري يعني ببساطة وبهدوء، وتواصلي مع ربك جدا. ففي الحتة دي خدي بالك، واوعي شيطانك يستعبطك ويضحك عليكي ويحولك لست وحشة او اقل من امبارح. انتي ست كويسة. هو يا حبيبي نازل له امتحان تقيل، خدي جنب واستني لحد ما هو يفهم لوحده، لان ده امتحان. ان راجل يتحول من الصح ومن الخير ومن العفة ومن الحقيقة، لان يضلل او يشوف، ربنا يعافينا ويعافي رجالتنا وشبابنا واخواتنا وولادنا من موقف زي ده، انه يضلل لدرجة انه يشوف الغلط صح او يبقى بيجري ورا الغلط بالمشوار. واحيانا بيبقوا رجالة كويسين، ده معناها ان هو يا حبيبي نازل له امتحان تقيل تقيل.
ونظره معمي وبتحصل كتير، ولما بيفوقوا ربنا يهدي عباده جميعا بيتقلي وش والله يا أستاذ سماح كأني كنت نايم، كأني كنت مغيب، أنا مش متخيل أنا عملت ده إزاي، أنا مش متخيل أنا كنت في المستنقع ده إزاي. وبيفوقوا، وفي ناس ربنا بيكتب لهم الهداية وبيهديهم تاني برحمته وكرمه، مش بشطارة مننا، لأن هو اللي مكتوب له امتحان هيمتحنه، اللي مكتوب له درس هيتعلمه، اللي مكتوب له قلم هيترزعه لحد ما يفوق. هو ربنا كفيل. تمام؟ الحاجة الثالثة، ودي قد تكون صعبة أو قوية ولكنها مهمة جدا، إذا شكيتي أو تأكدتي إن في علاقة جنسية كاملة، ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها، تعتزليه تماما في الفراش. لأن مع كامل احترامي اللي هو ملموم عليها دي، محدش في الدنيا ولا هو شخصيا يضمن إن هو الوحيد اللي بيتواصل معاه جنسيا. وعندي كثير من العميلات، مش واحدة ولا اتنين، انتقل لهم أمراض جنسية عضال. عضال يعني إيه؟ يعني أمراض تهدد الحياة، نتيجة لأن أزواجهم كانوا على علاقات موازية للزواج، واتنقل المرض بشكل أو بآخر للزوجة الغلبانة اللي قاعدة لا بيها ولا عليها. فلو شكيتي أو ظنيتي أو تأكدتي، التلاتة تعتزليه فيهم في الفراش بأي تلكيكة. اعملي عبيطة، اعملي مش جاهزة، اعملي مريضة، اعملي اللي انت عايزاه، ولكن تأكدي ان ما يحصلش بينكم علاقة خلال الفترة اللي انت شاكة ان هو فيها على علاقة مع اخرى، حفاظا على، مش هقولك بقى صحتك، حفاظا على عمرك يا حبيبتي. تمام؟ طبعا الدعاء، ادعي له ربنا ينور بصيرته، لانك مهما اتكلمتي وجبتي ناس يتكلموا معاكي، الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلاها، هو بيبقى شيطان وعميه وسحبه وراه سحب. فادعي كثيرا، اقيمي الليل لو تقدري، اطعمي لو تقدري، ولكن دعوتك تبقى لرب العباد. انا دايما عندي مثال كده بقوله لكثير من الناس، ومش بس على الازواج، على الازواج وعلى الزوجات وعلى الاولاد، على كل خلق الله. تخيل ان انت ماشي في شارع من شوارع المعادي مثلا، انا هقول لك على المنطقه اللي انا ساكنه فيها، تمام؟ واشتريت ازازه ميه من اي كشك، ولقيت ازازه الميه بترفعها عشان تشرب، لقيت الميه اللي فيها مش نظيفه، هتعمل ايه؟ لو حد فينا ايجابي قوي هيرجع للكشك يرجع له ازازه الميه. طب لو ايجابي اكتر، هتكلم شركه اللي انتجت الميه، يا ايتها الشركه الفلانيه خدوا بالكم، كراتين الازاز اللي نزلت في المعادي عند الكشك الفلاني الميه فيها مش نظيفه، عشان بس ما يحصلكوش مشكله، او لا قدر الله حد من الناس ما ياخدش باله فيشربها فيمرض. ما فكرتش تقف تتخانق مع الازازه؟ ناس كتير بتستغربني بقى في السؤال ده، ازازه ايه يا سماح اللي هتخانق معاها؟ ايوه، ازازه ايه اللي هتخانق معاها؟ ما هي الازازه مصنوعه صح. يبقى لما بني ادم اللي جواه يتعكر ويبقى على عكس فطرته وطبيعته، تكلم المصنع، تكلم ربه اللي خلقه، اللي فطره، اللي كتب له الامتحان ده. فهو ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يرفع الامتحان ده ويعيد الهداية ويعيد جلاء البصر، فنبتدي نشوف تاني ونبتدي نستغرب تاني ونرجع لرب العباد، نتوب ونستغفر ونرجع لحياتنا الطبيعية ونستأنف. وغلطة، وربك كريم ورحيم وغفور، ولكن تكثفي الدعاء وملكيش غير ربنا في المرحلة دي. طيب ونلفت النظر ازاي؟ لو احنا قررنا نلفت النظر، راجل اللي يلفت النظر، تكلمي ابوه، تكلمي اخوه، ملهمش تالت. تقوليش بقى صاحب، لان الصحاب عادة لو احنا دخلنا في ليفل العك العالي ده قوي، كتير من الصحاب هتلاقيهم، او جزء من الصحاب او مجموعة من الصحاب، وانتي مش هتبقي على دراية لان احنا مش متابعين قوي، ولكن ابعدي خالص عشان كمان ما تدخليش نفسك في شبهة غلط. لانك لما تكلمي صاحب تقولي له كده، انت من غير ما تقصدي ممكن تلاقي مفتوح عليكي باب شيطان تاني وداخلك منه الصاحب ده. فابعدي عن الليله دي خالص، خليكي في اهله اللي هم نفسهم هيبقوا مهتمين بهدايه ابنهم وبعمار بيته،
فاحنا بنتكلم في ابوه اخوه ملهوش تالت. وهنا دايما سبحان الله وانا بعد الحلقه دي افتكرت فيلم قديم قوي، يمكن الكبار اللي زي حالاتي كده هيفتكروه. كان فيلم اسمه الثعابين، كان عادل ادهم بيتكلم فيه مع اخوه الاصغر منه، كان اياميها حاتم ذو الفقار اللي عمل الدور، وبيقول له سونا سونا دي مكنه ياض. طبعا مع الاعتذار عن السطر، لانه يعني عاميه سوقيه جدا، ولكن هو ده الملخص ان الرجاله بيعرفوا يوصلوا لبعض المعلومه، هيفهم وهيفهموا الغلط فين وجاي منين، وانه بيخرب بيته عشان حاجه ما تستاهلش وعشان حاجه مش مستحمله. هيعرف يشرح له هو بيخسر قد ايه بانه يسيب ست محترمه شريفه عفيفه ما بتعملش اي حاجه غير بيتها واولادها، وان كان ليها شغل وان كان ليها طلب بينقضي من بره البيت، مقارنه بواحده تانية ممكن تكون متجوزه مخطوبه او ملتزمه او مستغفله اي حد من اهلها عشان الغلط ده كله يحصل، وفي الاخر بيتك يتخرب وعلاقتك بمراتك تتاثر والدنيا تتطربق والله اعلم الامور تؤول اليه. احنا كده حزمنا الموضوع كله، شرحنا السيناريو، قلنا لك تعملي ايه، وخدي بالك من الكام نصيحه اللي قلناهم. وفي الاول وفي الاخر كل واحد مكتوب له اختباره هينزل من ربنا، وهنشوفه امتى بيترفع، لما الامتحان يخلص والورق يتلم. نتمنى من الله ان اختباراتنا جميعا تخلص واحنا في الدنيا واحنا على ظهر الدنيا، عشان نلحق نستغفر ونتوب من اي اخطاء كلنا وقعنا فيها. وما اقدرش اعيب على مخطئ، ولكن اقدر اقول يا جماعه هو امتحانه نزل وسقط فيه او متلخبط فيه او بيعك فيه او بيشخبط في ورقته، هو مش احسن مش اسوأ مننا واحنا مش احسن منه. كل الموضوع ان كلنا شرفاء ما لم نختبر. اتمنى من الله ان نكون عبيد احسان ولا نكون عبيد امتحان. ربنا يصلح احوالنا واحوال بيوتنا واحوال رجالنا واحوال نسائنا، ويهدي الجميع يا رب، ويعنا على ان احنا نحصن بيوتنا، نحتوي نسائنا ونحتوي رجالنا. المخطئين من الجنسين محتاجين يتمسكوا على قد ما يقدروا بديننا وبربنا وبصحنا وبغلطنا وبحلالنا وبحرامنا، ومش عايزين اكتر من كده في المجتمع ده عشان ينصلح اموره وينصلح حاله. ربنا يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات كلهم يا رب، ولادي وبنتي من ضمنهم. واشوفكم على الف خير. ميعادنا باذن الله تعالى بكره على نفس الميعاد 10 مساء، وتصبحوا على الف خير.